السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة الفخراني، والنهارده ان شاء الله روتين جميل كده من اوله. لسه طبعا مكملة عند بيت اهلي، وان شاء الله النهارده روتين خفيف ويكون يا رب يبسطكم. اول حاجة ابتديت بيها هنا، كنت عايزة اعمل لهم صوص شوكولاتة، لان هم عملوا كيكة. عمتي يعني مرات عمي عملت كيكة، وانا عملت لهم بقى الصوصات. فابتديت اول حاجة اعمل معاكم صوص هنا الشوكولاتة. اول حاجة حطيت كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، ومعاهم نص كوباية من الكاكاو الخام. وبعد كده هنضربهم في الخلاط. ونضربهم ضرب متقطع. يعني في البداية ابدأي ان انت تضربيه ضرب متقطع كده، وبعد كده ايه، كملي ضرب لغاية لما الصوص معاكي يتقل شوية. حتى لو طلع معاكي خفيف شوية، مش بقوام الصوص الطبيعي اللي هو احنا يعني صوص شوكولاتة تقيل، لا ما تخافيش، ان شاء الله هيبقى هيتقل وكل حاجة، بس لازم يقعد ساعتين 3 في التلاجة. هتلاقيه تقله بقى زي الفل، تقدري بقى تستعمليه في في الكيكات فوق الكيكة مثلا. احنا كنا عاملينه اصلا عشان عاملين كيكة وكده هما، فهنزين بيه الكيكة. وكمان ايه، ينفع معاكي على جلاتي مثلا، لو عايزة تعمليه على ايس كريم او كده برضو ينفع جدا. انا هنا وريتكم قوام الصوص بالشكل ده، هو بيبقى تقيل بس هو يعني يعتبر خفيف شوية، بس ما تقلقوش خالص، بيتقل لما بيدخل التلاجة بإذن الله. وده قوام الصوص معايا. عايزه اقول لكم ان هو صوص اقتصادي سريع يعني، وبينجز معاكي. وكمان عارفه ممكن تعمليه بالهاند بلندر، مش شرط توسخي الخلاط. يعني لو انت مش حاسه انت مش عايزه توسخي حاجات كتير، بالهاند بلندر في ثواني بتكوني مخلصاه. فبينجز معاكي بقى لو في عندك ضيوف على غفله او حاجه سريعه يعني كده، بيبقى من الحاجات اللطيفه جدا. فما خدش معايا وقت الصراحه، وكنت عملته. بعد كده قلت ابتدي اعمل بقى ايه معاكم صوص الكراميل كمان، لان احنا عملنا الصوصين. ابتديت ان احط كوبايه سكر الاول. وطبعا صوص الكراميل بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه. وده كمان عايزه اقول لكم انه اقتصادي، يعني الموضوع مش مكلف ابدا. اول حاجه هبتدي ان انا اعملها، حطيت كوبايه السكر على الكسرولة، بس هي الكسرولة دي كانت بتلسع شويه يعني، فكان لازم اخلي بالي قوي معاها. فاول ما ابتدى ان هو يكرمل من الجناب كده، هتبتدي ان انت تحطي الاسباتيولا. قبل كده ما تحطيش الاسباتيولا ابدا، عشان ما تحركيش يعني بمعلقه ولا باي حاجه لغايه لما يبتدي ان هو يكرمل معاكي. عشان ما يخرصش بس ويرجع يبقى فيه خرز كده، يعني السكر نفسه مكتل، فاهمين؟ عشان يبقى ناعم معاكي. فهقلب كده لغايه لما القوام يتحول معايا، لغايه ما يبقى سايب ويبقى كراميل خلاص، ويبقى كراميل معاكي بالمنظر ده. بعد كده في الخطوة دي هنا بقى بنبتدي ان احنا نعمل ايه، برفعه شوية على النار، بس عشان كانت النار عالية قوي، ممكن تبتدي تهدي النار في المرحلة دي، وتبتدي ان انت تقلبيه كويس جدا ايدك فيه. بعد كده بتجيبي بقى معلقة سمنة كبيرة، سوري معلقة زبدة كبيرة، يعني صباع زبدة كده، حوالي معلقة كبيرة زبدة. وبننزل بقى عليه على الصوص لما يوصل معايا المرحلة دي، خلاص فك كل السكر وتحول لكراميل بالمنظر ده، هبتدي ان انا انزل بقى بمعلقة الزبدة في المرحلة دي. بس انا هنا النار كانت عالية قوي، عشان برضو البوتاجاز هنا انا مش عارفة اتعامل معاه لسه برضو، عشان برضو مش في بيتي يعني وكده، فتلاقوني ايه بقى ملخومة فالحمد لله. فهنا نزلت الزبدة، ولازم تدوبي الزبدة كويس جدا جدا فيها. وبعد كده ابتديت ان انا انزل بقى باللي هو اللبن. انا عندي هنا دي كوبايه لبن، تمام. هبتدي ان انا احط عليها دلوقتي معلقتين مليانين من معلقتين صغيرين مليانين من النشا، تمام. هنا دي الزبده خلاص كده بالمنظر ده، خلاص كانت دابت معايا. وبعد كده رحت طافيه النار بقى، عشان لقيت انه على بال ما ادوب النشا في اللبن ممكن يعني ايه النار عاليه قوي. فطفيت البوتاجاز بقى ورفعتها من على النار شويه. جبت النشا هنا وحطيت زي ما قلت لكم معلقتين صغيرين مليانين من النشا. عايزه اقول لكم من الحاجات السهله جدا اللي ممكن ان انتوا تعملوها بكل سهوله في البيت، وحاجات مش مكلفه. لو رحنا كافيه او كده بندفع رقم وقدره يعني، عشان ناكل حتى ايس كريم وعليه شويه الصوص الكراميل، وهو بمنتهى البساطه كده. عايزينه كمان يبقى اجمل واجمل، والله ده كده طلع تحفه جدا. عايزينه يبقى اجمل، ممكن تعملوا ايه بقى، تحطوا اللبن وتحطوا عليه كمان كيس كريم شانتيه، برضو حاجه اقتصاديه تعتبر، ومش تدوبوها كويس جدا في اللبن، وبعد كده تنزلوا بيها على الكراميل اللي انتوا دوبتوه. في البدايه هيبتدي ان هو يكلكع بالمنظر ده، ما تقلقيش خالص،
كملي زي ما انتي وخلي النار زي ما هي، وافضلي قلبي فيه لغاية لما هيدوب معاكي ويبقى زي الفل، والقوام هيتقل ويبقى فل، هيبقى زي الفل ان شاء الله. انا هنا كنت بحاول ان انا اظبط البوتاجاز زي ما قلت لكم، كنتش عارفه اتعامل معاه، فالحمد لله يعني في الاخر تعاملت معاه وطلع الصوص اللهم لك الحمد طلع كويس بالمنظر ده بقى. يعني قعدت ادوب في اللي هو الكراميل ده واحده واحده معاه كده، وما تقلقوش هيدوب ده كله وهيبقى صوص جميل جدا وناعم وتحفه. وخلاص كده انا كده يعتبر دوبته تماما. هوريكم دلوقتي وانا بصبه هيبقى القوام عامل ايه. حتى لو القوام طلع معاكم خفيف شويه ما تقلقوش، الصوص يعني بيتقل لما بيقعد في التلاجة. تمام. فانا اهو ده بصوا القوام معايا اللي طلع، القوام تقيل وتحفه التحف، وبيتقل اكتر كمان من كده وبيبقى خطير. فاعملوه جربوه وان شاء الله هيعجبكم. هو صوص الشوكولاته اعملوه باذن الله يطلع زي الفل. وبدينا بقى هنا عشان اعمل الغدا النهارده. هما عاملين اكل يعني فوق مرات عمي، فانا عملت لهم بقى شوربه الخضار كله طالبها مني هنا عشان طعمها بيطلع خطير زي ما وريتكم قبل كده. فاكرين امبارح كنا عاملين الفراخ اللي هي بالبصل، اخدت بقى البصل والصوص اللي كان متبقي دوت من الفراخ، ورحت جبت حطيته في التلاجة فعمل وش. فدلوقتي انا نزلت اول حاجة بوش السمنة اللي هو كان على وش البتاع اللي كان على وش الشوربة او الصوص التقيل ده. بعد كده ابتديت ان انا اشوح فيه اول حاجة بصلايتين، دي اول حاجة في شوربة الخضار عشان تخليها طعمها خطير. بشوح البصل كويس جدا، دي اهم خطوة عندي. دي الشوربة دي سبحان الله انا بعتمدها بصراحة، يعني بقالي فترة برضو ما عملتهاش عندي، بس انا بعتمدها بصراحة لما بكون عاملة دايت، وبخليها بقى عندي في التلاجة وبسحب منها طول الوقت. يعني من الحاجات الجميلة جدا للدايت على فكرة. ممكن تقللوا كمية السمنة وتبدأوا ان انتوا تعملوها عندكم وتسيبوها في علبة محكمة في التلاجة، وتبدأي تاخدي منها وانتي جنب الغدا بقى، جنب قطعة حاجة مشوية او ايا يكن يعني الاكل اللي انتي عاملاه. وتبقى هي شوربة متكاملة فيها البطاطس اللي هي نشويات كويسة جدا، فيها الخضار، وكمان ساعات بعملها بصدور الفراخ، يعني بقطع صدور الفراخ مكعبات وبشوحها بعد البصل. بتبقى بقى أكلة متكاملة منتهى الجمال. هنا نزلت على البصل بعد ما خد التشويحة الحلوة، حطيت كوسة وجزر وبطاطس مكعبات متقطعة. تمام. وابتدي بقى ان انتي في المرحلة دي اهم حاجة تشوحي كويس جدا في البطاطس والكوسة مع البصل والجزر كمان، كلهم يتشوحوا كويس جدا عشان ياخد من طعم بعض. فبس عايزة اقولك التشويحة دي مهم جدا، بتدي الطعم بتوديه في حتة تانية. وهنحط دلوقتي معلقتين من الشوفان وهشوحهم كمان معاهم. اضافه بقى معلقتين الشوفان دول عايزه اقول لكم مش هيبان طعمهم ابدا في الاكل ولا هيبانوا اصلا، بس بيدوا نتيجه خطيره. وكمان حلو قوي الشوفان للصحه يعني. هنا نزلت بهارات فراخ اللي انتوا اتعودتوا عليها معايا، فخلاص كده انتوا حفظتوا اظن بقى ساره يعني بهارات فراخ، بهارات الفراخ. وبعد كده حطيت الفلفل في الاول في البدايه. هنا بقى هتظبطي ملح وفلفل وتظبطي الدنيا وبس، مش محتاجين حاجه تانية. بالنسبه بقى للتشويحه دي بعد ما اخدت معايا التشويحه الحلوه قوي دي اهو بصوا بالمنظر ده، كنت نسيت الملح وجيت حطيته بقى هنا في المرحله دي. اظبطي الملح بتاعك بقى والفلفل زي ما بقولك. وبعد كده بقى اهم حاجه زي ما قلت لكم ايه التشويحه، تشوحيها لمده 10 دقايق حلوه قوي 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 عشان الطعم يدخل في بعضه كده وبيبقى خطير. بصوا المنظر ده هو ده المنظر المطلوب، يعني ان هو يوصل التشويحه بالمنظر ده. وبعد كده عندي انا الصوص البصل اللي انتوا فاكرين عملناه امبارح قلت لكم على الفراخ، هو كان في القعر صوص البصل، وحطيت عليه ميه سخنه ففك، وبعدين في الاخر رحت مطلعه بقى كل البصل ده وحطيته عليه عشان هو ده الطعم كله. اصلا كل الطعم بيبقى في الصوص ده، مديها طعم خطير. وبس كده قلبتها كويس تقلبتين، وهتسيبيها بقى لغايه لما تغلي غلوتين حلوين، يعني بتاع نص ساعه مثلا او ربع ساعه على حسب، وهتشوفي بقى استوت معاكي ولا ايه الدنيا. وبعد كده تغرفيها بالهنا والشفا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم من الحاجات الجميله جدا شوربه الخضار دي، اعتمدوها عندكم، فيها خضار وكمان العيال هيحبوا نكهتها قوي، فاعتمديها عندك على طول. ان شاء الله تعجبكم جدا باذن الله. جربوها وقولوا لي في التعليقات واكتبوا لي ايه رايكم فيها. هنا خلاص كانت استوت، فكنت عايزه اوريكم، معلش هنا الشمس بس جايه في التصوير فمش مبيناها قوي،
فمعلش بقى اعذروني عشان ما خدتش بالي والله. بس هي انا كنت بوريكم القوام هنا ان هو القوام بيبقى تقيل شويه سميك بس خطير. لازم تجربوا الحاجه وتقولوا لي رايكم، هستنى تعليقاتكم حبايب قلبي. واتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، تنسوش تشتركي عندي على قناتي. ومع السلامه، ومع السلامه حبايب قلبي.